السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة قصص مغربية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قصص وملفات قضايا جرائم حدثت بإحدى مدن أو قرى المملكة. هذه واحد السيدة يهودية في عمرها تقريبا 50 سنة، مشات كوميسارية كتبلغ على اختفاء الزوج ديالها. كتقول بأنه متعود يجي للدار بعد كل مغرب، ولكن اليوم تسنيتو لما تأخر عيط عليه في التليفون ولكن ما كيجاوبش. من بعد ما اتصلت به وما جاوبنيش عيط للشريك ديالو اللي عنده محل هو وياه ديال بيع الحبوب، يعني الشعير والذرة الزرع، جميع أنواع العلف ديال البهيم. المهم السيدة قالت اتصلت بالشريك ديالو كيقول بأن راجلك ما كاينش في الديبو. البوليس سجلوا المعلومات والأوصاف ديال السيد اللي مختفي، وقالوا ليها منين تكون شي حاجة جديدة نعيطولك. السيدة كل نهار تمشي للكوميسارية وربما تلقى شي جديد، لكن البوليس ما توصلوا حتى شي جديد، والو. هنا القضية الاختفاء ديال هاد السيد طولت شوية وما كان حتى شي جديد عليها. البوليس مشاو للمحل ديال هاد السيد، ولما وصلوا لقاو الشريك ديالو في البيرو ديال ديبو. الشريك ديالو حتى هو كان تعجب لهاد الاختفاء ديال المفاجئ. سولو البوليس قالوا ليه اخر مره شتي الشريك ديالك؟ قال لهم هادي شي 3 ايام ما شفتوش، تفرقنا هاديك الساعه وكان عنده موعد مع المدير البنك اللي فيها الحساب ديال الشركه ديالنا. مدير البنك عيط ليه على قبل شي حساب وبغيت نمشي معاه، ولكن كان مصير يمشي بوحدو. هنا البوليس قالوا ليه اش من حساب بينه وبين المدير ديال البنك؟ قال لهم الشريك ديالو اودي انا غادي نشرح لكم من الاول حتى الاخر. قال لهم هادي شي عامين تقريبا فكرنا نديرو هاد المشروع ديال بيع الحبوب، وكان ضروري خاصنا ناخدو كريدي من البنك. فكرنا ناخدو 300 مليون ديال السنتيم، ومدير البنك وافق لينا، لكن شرط علينا واحد الشرط ديال اننا ما ناخدوش 300 مليون لكن ناخدو 350 مليون، حيت هو كان باغي 50 مليون شي مشروع خاص به، وما بغاش الموظفين ديالو والرؤساء ديالو يعرفوا بلا خدا شي 50 مليون. دونك حنا وافقنا وخدينا الشيك، وكان غادي يسد الدين ديالو على مدة 6 شهور. حنا وافقنا، كنا على حاجة ماسة الفلوس. في الظرف تقريبا 8 شهور ردينا الفلوس اللي كانت كتسنى البنكة، أي 350 مليون، وبقى لينا ناخدو من المدير 50 مليون اللي سلفنا ليه. لكن مدير البنك بدا يراوغ علينا وبقى يقول لنا صبروا عليا وانا اللي عاونتكم، وهادشي اللي وصلتو ليه بفضل ديالي. بدات العلاقة معاه سيئة، وهددنا بدفع الشاك ديال 50 مليون. هاديك الساعة غادي يعرفوا الناس ديال البنك اللي وقع بيناتهم. المدير البنك قالوا ليهم صبروا عليا شهر غادي نرجع لكم فلوسكم. حتى لداك النهار اختفى الشريك، قال لي اجي خود فلوسك وجيب معك الشاك، انا نتسناك في الدار، لان المدير البنك عنده السكن في نفس البناية ديال البنكة. المهم السيد كيقول من هذيك الساعة الشريك ديالو مشى، ما بقاش رجع، ما بقى شافو نهائيا. هنا الضابط اللي كان مكلف بالبحث
في هذيك القضية توصل من واحد العامل ديال ديبو أن كان مشادة كلامية لهذاك الشخص المختفي مع الشريك ديالو. قال له هذاك الشريك غادي نقتلك. ملي سولو ضابط الشريك ديالو قال له واش فعلا هددتيه بالقتل؟ قال لي نعم هددتوه بالقتل، لكن ماشي شريك ديالي، هددت مدير البنك، إلا ما ردش الفلوس كنت غادي نقتلو. واحد النهار دورية ديال درك الملكي بالمروحية كيراقبوا المياه البحر، يعني جيت البحر المحيط الأطلسي قريب مدينة صويرة. شافوا في وسط البحر واحد قارب واقف اون بان، وبان ليهم في هذاك قارب واحد الراجل في واحد الظروف صعيبة متكي في هذاك الباطو. الدرك عيطوا الملكية البحرية اللي صفطت واحد باطو كبير، لقاو هذاك الراجل في واحد الظروف صعيبة، هزوه للسبيطار، نزلوا جوج غواصة كيتفحصوا القارب من التحت، كيلقاو واحد القنبة ملوية على الموتور، وهذيك القنبة مربوطة مع واحد الخنشة كبيرة. منين جبدوها وحلوها لقاو الجثة ديال واحد الرجل كبير. صيفطوا الجثة لمستودع الأموات، وكانت نتيجة تشريح السيد مقتول بعدة طعنات قاتلة. بعد ما تأكدوا بالهوية ديال السيد المقتول من خلال البصمات ديالو، لقاو هو السيد اللي مختفي اللي مرتو دارت البحث لفائدة عائلة عند البوليس. هنا السؤال مطروح، كيفاش وصلت الجثة ديال هاد السيد للبحر؟ البوليس رجعوا للسبيطار عند هاد السيد اللي كان في الباطو، سولوه اش كنتي كدير في وسط البحر؟ قال لهم انا ميكانيك ديال الباطو. وجا واحد السيد كنعرفو، صاحبي مدير البنكة اللي هو الكليان ديالي، ديما كنصيب ليه الباطو ديالو. قال لي بغيتك ترمي هاد الخنشة في وسط البحر، هاد الخنشة فيها شي وثائق ديال البنك ما بقاتش صالحة، بغيت نتهنى منهم. عطاني الباطو ديالو، لكن وقف بيا الباطو في وسط البحر حتى جيتو نتوما. هنا البوليس مشاو عند المدير البنك، ومني سولوه نكر بان تلقى الزبون ديالو اللي مختفي. قال لهم ما جاش عندي، انا اللي مشيت لعندو المحل ديالو، وعطيتو فلوسو هو والشريك ديالو اللي كانوا كيتسالوا ليا. وباش يتاكدوا جبد لهم الشك على سبيل الضمانه. البوليس جبدوا التصويره ديال الزبون المختفي وراها العمال ديال البنك. قالوا لهم هاد السيد هادي 4 ايام ما جا البنك، من تماك ما شفناش، وسمعناه كيتخاصم مع المدير ديال البنك في المكتب ديالو. ومنين حلت عليهم الباب، قال لي المدير سد الباب البنكة، غادي نخرج من الباب اللوراني مع الزبون ديالي نمشي للدار. هنا البوليس ولاو عندهم شك كبير على المدير البنك، عيطوا للناس ديال التشخيص القضائي باش يديروا واحد المسح للمكتب ديال المدير. لقاو واحد زربيه مغسوله، هزوها ولقاو فيها اثر الدم. خداو عينه من الدم وصيفطوها للمختبر الوطني للشرطه العلميه. من بعد 24 ساعه تقريبا غادي تخرج نتيجه، ومن بعد هاد المده ديال 24 ساعه تعرفوا على السيد وتاكدوا على ان العينه ديال الدم هو ديال الملعلف اللي كان مختفي. هنا المدير ما بقاش عنده عذر، اعترف بالجريمه ديالو وعود بالتفاصيل البوليس هادشي اللي وقع بيناتهم. هنا البوليس غادي يقولوا للمدير البنك واش ميكانيك في خبارو اش كان في الخنشه. قال لهم مدير البنك لا، ما كانش في خبارو،
قلت ليه هذيك الخنشة فيها غير شي أوراق ما بقاوش صالحين للبنكة. المدير ديال البنك ما وصلش لهادشي اللي كان باغي، رجعت الجثة اليابسة باش تحكي لينا هاد الجريمة، لأن الروح عزيزة عند الله. إلى هنا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه القضية. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة القادمة إن شاء الله. ما تبخلوش علينا بالاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.